مستغانم ساحلية المتميزة بمناظرها الخلابة بدأت بالتحضيرات لموسم الاصطياف مبكراً، إذ بلغ مبلغ إعادة تهيئتها المليار دينار جزائري من أجل إنجاحه وضمان راحة المصطافين. بالنسبة لتحضيرات موسم الاصطياف 2015 بدأت مبكرا في ولاية مستغانم. بلغ مبلغ التهيئة هذه السنة مليار دينار جزائري. هذه المبالغ موجهة لتهيئة المسالك، الشواطئ، كيفاش توفير المياه، توفير الإنارة، لي سانيتير، لي دوش، مراكز الحماية المدنية والدرك الوطني. إذن كل ما هو مخصص بوغ الاستقبال الجيد للمصطافين. شاطئان أضيف إلى القائمة ليصبح 21 شاطئاً مفتوحاً ومسموحاً بالسباحة، والذين استقبلوا قرابة 9 ملايين مصطاف السنة الفارطة. هذه السنة راح نفتحوا 21 شاطئ للسباحة أوتوريزي على بنياد. العام الماضي فتحنا 19، هذا العام زدنا شاطئين. كان فيه العام الماضي أكثر من 9 ملايين مصطاف. هذه السنة sûrement on va dépasser le nombre parce que هذا العام ديجا رمضان راه بدا بكري، يكون عندنا شهرين تاع لي كونجي، دونك سي سور كو ديجا راه الفنادق تاعنا راهم خلاص اوكيبي. وفيما يتعلق بهياكل الاستقبال، فإن مستغانم تتوفر حالياً على 24 مؤسسة فندقية بطاقة استيعاب وصلت 1832 سريرة. فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل هذا كافي لامتصاص العدد الهائل من النازلين على شواطئ الولاية؟ وما هو البديل؟ في ولاية مستغانم فيه 24 إقامة سياحية وفندق، وهي كلها للخواص، ما عندناش إقامات سياحية أو فنادق العمومية، كلها فنادق للخواص. فيه 34 مشروع سياحي في en cours de réalisation. ما يكفيش وحنا قلت لك يجونا بزاف المصطافين، و ديجا الان راه كل الفنادق راهي محجوزه، ولكن الناس والفت سو كون ابل ليبرجمون شي لابيتون، دونك الناس يكريو عند الخواص كل سنه. هذا واش يديروا، ولكن ان شاء الله منا حنا رانا متوقعين من 2017 نكونوا لحقنا تقريبا 8000 سرير في ولايه مستغانم. رغم ما تبذله الجهات المعنية من مجهودات لإنجاح الموسم الاصطيافي لهذه السنة، إلا أنه يبقى مرهونا بغياب المرافق والهياكل السياحية التي تعتبر من بين المشاكل الرئيسة التي بإمكانها إفشاله.